ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم بفيديو جديد مع عربيه بي ام اف 30. تمام، هنركب لها شداد الحوض. بصوا معايا، هو اهوت. خليكم معانا، هركبه دلوقتي معاكم. يلا بينا. خلصنا خلاص تركيب الشداد الحوض اهوت. تمام، خليكم معانا ونشوف الباقي. دلوقتي هنركب شداد الشنطه اللي هو دوت. خليكم معانا. خلاص خلصنا تركيب الشداد الخلفي. تمام، وهنوريكم بصه على الشدادين، وكمان قريب هيجي الشداد الخلفي السفلي والامامي السفلي اللي طقم اللي من تحت. هنوري لكم برده فيديو تاني، خليكم معانا. النهارده ركبنا العربيه الاف 30 شداد الحوض وشداد الشنطه، الاستراد بار اللي قداماني، وفي الشنطه اللي هو الخلفي، وكذلك قريب هيوصل باقي الطقم. تمام، هنعمل لكم برده فيديو عليه. احنا النهارده معانا استاذ شادي، هو هيقول لنا الريفيو بتاعه وايه رايه بعد التركيب. هو اتفضل. طيب احنا اهو بنجرب العربية. هو طبعا اول حاجة فرقت بشكل ملحوظ. العربية من قدام بقت فيرم اكتر، يعني مش ناشفة خالص اطلاقا، بس العربية بقت ماسكة نفسها. وهو ده من ضمن الاسباب الاساسية اللي خلتني اركبه، ان هو الاف 30 عامة من قدام بتبقى طبعا ثباتها مفيش كلام فيه، بس هي بيبقى فيها سنة خفة من قدام. فهي مسكت، ما واضح ان هو ماسك الموضوع ده. انا عايز بس اجرب اللي ورا بالتحديد، عايز اشوف العفشه من ورا نشفت برضه ولا لا، علشان انا مركب كويل اوفرز قدام، فالمفروض ان ده الاختبار الحقيقي ليها، لان العربيه ناشفه من قدام ومايعه شويه من ورا. فلو حاسس ان العربيه كمان مسكت نفسها من ورا، يبقى كده بصراحه خدت الريزلت اللي انا عايزه يعني. خلاص احنا هنجرب دلوقتي وهنقول لكم برده راينا. طبعا لا، باين الفرق. العربيه بقت ماسكه نفسها اكتر، الشاسيه نفسه بتاع العربيه بقى متماسك يعني اكتر. لان هي كل حاجه ويلدد، ما فيش وحتى لاحظت ان هي فرقت في الفرامل، مش فاهم ازاي، بس العربيه لما بتفرمل بقت بتمسك فرامل بالظبط، لان كل الشاسيه نفسه ما فيهوش فلكسبيليتي. الفلكسبيليتي بتاعته قلت مع الشدادات لما ركبت، لان هي الشدادات نفسها ما فيهاش رجلاش او حاجه، لا هي بتنزل ستوك العربيه بنفس المقاس. اي شداد بيبقى قطعه واحده بس بنفس المقاسات بدون اي مشكله خالص، بدون ما يجي يعني بيركب دايركت بدون اي تعديل. فانا لا، انا متحمس عامه ان انا اركب الفاضل كده اللي قدام تحت ده، كده بالظبط. هو ده اللي يمسك الدنيا كلها خالص، وهتلاقي الفرامل كمان ظبطت قوي يعني. ان شاء الله. نورتنا يا استاذ شادي، فنشوفك ان شاء الله لما الشداد الثاني يوصل، ونشوفك على خير ان شاء الله. مع السلامه.